صيام يوم عرفه، ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعمله لك انت لو انت صمت يوم عرفه؟ تعالى اقول لك. من كتر محبه ربنا سبحانه وتعالى ليك انت، ومن كتر كرم ربنا سبحانه وتعالى عليك، انك انت لو صمت يوم عرفه اللي هو يوم السبت اللي جاي ده، ربنا سبحانه وتعالى بقى هيسامحك على كل الحاجات الحرام اللي انت عملتها، وكمان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل ذنوبك اللي انت عملتها حرفيا مهما كانت قد ايه. ثانيه واحده، هو انت مفكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك ذنوبك اللي انت عملتها امبارح ولا اول امبارح ولا اليومين اللي فاتوا دول؟ انت ما تعرفش رحمه ربنا سبحانه وتعالى لايه. ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل ذنوبك اللي انت عملتها السنه اللي فاتت دي كلها، وكمان السنه اللي جايه كلها. علشان كده تلاقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوصينا جامد 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 ان احنا نصوم يوم عرفه وما نضيعوش ابدا من ايدينا، لانك انت اصلا متخيل ومستوعب رحمه ربنا سبحانه وتعالى علينا قد ايه، انك انت بس تصوم اقل من يوم قصاد ان ربنا سبحانه وتعالى يسامحك على كل الحاجات الحرام اللي انت عملتها، وكمان يغفر لك كل ذنوبك حرفيا مهما كانت قد ايه سنتين كاملين. وهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. بجد تبقى خسران لو ضيعت يوم عرفه من ايديك، وتبقى كسبان لو صمت يوم عرفه. بجد احنا عندنا ذنوب كتيره جدا 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 جدا، فبجد والله احنا محتاجين نصوم يوم عرفه عشان ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا على الحاجات الحرام اللي احنا بنعملها ويغفر لنا ذنوبنا. فوعدني بالله عليك انك انت هتصوم يوم عرفه. قول وعد، ها اعتبر انك انت قلت. اهم حاجه اوعى تنسى انك انت تكون سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده، لانك انت هتاخد نفس الاجر والثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديهوله لو صام يوم عرفه، لان سيدنا محمد بيقول الدال على الخير كفاعله. واخر حاجه زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.